اولا يعني بنشكر لجنة ال50 بما رأيناه من مشاهدات سابقة. بعتقد ان احنا هنصل الى منتج نفخر بيه قدام نفسنا وقدام العالم، واعتقد ان انتوا هتطلعوا دستور كويس. انا مش هضيف كتير اللي قالوه لان تقريبا اغلب الكلام اللي كنت هقوله الزملاء قالوه. انا بس طالب تكريم، يعني بما ان اتكلمنا في العلم وفي السلام الجمهوري وفي الحدود، تجريم اي تغيير في شكل العلم ورفعه، تجريم اي شكل من السلام الجمهوري اللي بيتضرب في بعض المدارس يكون مجرم بشكل محدد وله عقوبة. انا بلاقي اعلام النهارده، في اعلام بتتشال منها الناس اللي بتحط بيها اشياء اخرى. ارجو ان ده يبقى مجرم. ده واحد. اتنين، نحن ضد التمييز، ولكن اتمنى ان يكون هناك تمييز ما يسمى بالتمييز الايجابي بالنسبه للمراه والشباب. ومهم جدا ان يكون في لحظات معينه في وقت معين في اللي احنا فيه لابد ان يكون هناك ما كان في فتره من الفترات اهميه لتمييز ال50% عمال وفلاحين. النهارده لابد ان يكون هناك تمييز ايجابي للمراه. بالنسبه لانتخاب رئيس الجمهوريه، ارجو اضافه ان يكون لا يحمل جنسيه اخرى، لا هو ولا والديه ولا اولاده. كمان تضاف في عندنا ماده في مجلس الشعب بيتقال فيها ان عضو مجلس الشعب لا يحاسب عن ارائه، ومش قادر افهم ما انا كمان لا احاسب عن ارائي. يعني المفروض ان دي ماده متاحه لعضو مجلس الشعب وللفرد العادي، وما يبقاش مميز بيها عضو مجلس الشعب، لان حريه الراي مقفوله طبقا للمواد الموجوده. اشكرك. شكرا.